تعادل غير عادل ومباراة مثيرة جدا 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 بين الأهلي وبورتو البرتغالي في آخر ماتش في المجموعات في كأس العالم للأندية. مش عارف أزعل ولا أفرح ولا أقول إيه، أقول إيه وأنت عامل أداء الماتش ده عالمي، وفي نفس الوقت مضيع فرص بالجملة، فرص بالكيلو. أي حد من اللي كانوا بيتفرجوا الماتش هيزعل، هتقول لي احنا متعادلين 4-4 مع البطل الاوروبي اللي في المجموعه. اقول لك ده انت اللي كنت بطل، ده انت اللي كنت بطل، وحرام عليك اصلا ما تتاهلش من المجموعه دي، وحرام عليك اصلا ما تتاهلش مركز اول. هتقول لي بس الكلام اللي انت بتقوله ده كبير قوي. اقول لك اه كبير قوي، بس على اي جمهور تاني، على اي فريق تاني، مش على النادي الاهلي. النهارده هقول لك شويه تفاصيل هنتكلم عنها، عن الفريق، عن التفاصيل اللي ضيعت مننا اللي احنا ما نتاهلش من المجموعه، عن الجمهور، عن المدير الفني، عن اللاعبين. وعشان اقول لك كل الكلام ده عايزك تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في فلسطين، ويلا بينا نبدا. اول حاجه حابب اتكلم عليها الجمهور. إيه الجمهور ده؟ إيه الحلاوه دي؟ ايه العدد ده؟ العدد يشرف، الجمهور يشرف. انت بلا فخر اقدر اقول لك انت تاني اكبر جمهور في امريكا بعد ريال مدريد. هتقول لي الكلام ده كبير، هقول لك لا، شوف اخر ماتش واحكم. الجمهور شرفنا. كنت دايما بقول في الفيديوهات بتاعتي الجمهور عليه عامل، والحمد لله الجمهور عمل اللي عليه وزياده، وادى ووفى وكفى ولا كاننا يا جدع بنلعب في استاد القاهره يا جدع. احسنتم احسنتم. انا اصلا ما كنتش شايف جمهور بورتو الماتش ده، ما شفتوش جمهور بورتو. تاني حاجه عايز اتكلم فيها التفاصيل. التفاصيل هي اللي خلتك تطلع من المجموعات. هتقول لي يعني ايه التفاصيل يا باشا؟ اقول لك عجبني السؤال. هقول لك التفاصيل بتاعت المباراه من اول ماتش، معلش هرجع من اول ماتش انتر ميامي. في شويه تفاصيل لو كانت اتظبطت كان زماننا دلوقتي بنتاهل، وبنتاهل اول مجموعه. اه والله العظيم مش بعيد بالمستوى اللي انت شفته ده، بالمستوى بتاع الماتش الاخير ده انت كنت لازم تروح في مكان بعيد قوي. ملناش دعوه بالناس الحاقدين الشماتين، تمام؟ هتقول لي جمهور الزمالك، اقول لك لا، جمهور الزمالك كان في جزء منهم كبير قوي كان ناس فاهمه كوره وبتشجع. مش هقول لك بيشجعوا من قلبهم، بس كانوا بيقولوا لا الاهلي بيشرف مصر. في ناس فاهمه كوره في جمهور الزمالك عادي، زي ما في ناس مش فاهمه كوره في جمهور الاهلي عادي، في كده وفي كده. تمام؟ ايه التفاصيل دي يا باشا؟ معلش بقى عشان ده موضوع كبير كاتبها لك في ورق. طبعا اول تفصيله واهم تفصيله اللي فرقت معاك جدا ضربه الجزاء اللي في ماتش انتر ميامي. هتقول لي ايه يا عم احنا في ماتش بورتو؟ اقول لك اه ماتش بورتو، بس التفصيله دي هي اللي نقلت يعني دي لو كانت جت كان في حاجات كتير هتتغير في البطوله. الانانيه اللي كانت في الماتش الاول لكل واحد، احنا نتأهل، كان كل فريق احنا هنتاهل من المجموعه خلاص، هم فاكرين هنتاهل من المجموعه، بس كل واحد عايز ياخد اللقطه دي. سبب مهم جدا. طبعا تاني حاجه اللي يقف في الشوط التاني عندنا، اللعيبه في الشوط التاني تدخل ما تفهمش، كاننا احنا مثلا عندنا بطاريه صيني تمشي معانا الشوط الاول، تيجي الشوط التاني تضيع مننا. في حاجه غلط خالص، بيبقى في حاجه غلط خالص. اللياقه لازم تتظبط الفتره الجايه. تالت تفصيله معانا لقطه حسين الشحات في الماتش الاولاني. اصل الماتش الاولاني ده يا جماعه انا كنت بقول في الفيديو دوت، الفيديو الثلاث سيناريوهات، للاسف حصل السيناريو رقم اثنين. اتفرج على الفيديو دوت، كنت بقول لك لازم تكسب ماتش انتر، مفيش تاهل من غير مكسب ماتش انتر. هتقول لي يا عم انتر عملت المعجزه، اقول لك يا عم احنا محدش كان يعرف، بس انت كنت ممكن تكسب ماتش انتر، وفعلا مفيش تاهل من غير ماتش انتر. رابع تفصيله الحكم في ماتش بالميراس وعدم جديته. طردت ورحت شفت في الفار. طب ما انت شفت اللي انت شفته في الماء يعني ايه اللي كنت مستني تشوفه اكتر من الطرد اللي انت لغيته؟ كان زمانه كان فرق معانا في الماتش. هقول ايه بس والله العظيم البطوله دي كان فيها شويه حاجات غريبه. ماشي. طبعا الانانيه المفرطه، تمام، وعدم تسجيل اهداف. التفاصيل دي فرقت معاك جدا. يعني انت الاربع اهداف اللي انت جبتهم من الماتش الاخير ده يا عم، ده انت كنت توزعهم مع الماتشات كلها كانت فرقت معاك. يعني انا مستغرب جدا جاي تجيب كل اجوانك في ماتش واحد. طبعا في تفاصيل برضو حلوه زي الانقاذ بتاع اسامه ابو علي. وطبعا حوار الاعصار ده لو كان قدم دقيقتين كان زمانه فرق معانا برضو، ما دخلش فينا الجون الغريب اللي اتلعب برعونه في ماتش بالميراس. يلا الحمد لله. الحاجه الاخيره عايز اقولها في التفاصيل،
هتصدقني لو قلت لك الاربع تجوان اللي دخلوا فينا في الماتش الاخير بتاع البورتو كان ممكن تتجنب نصهم، مش هقول لك كلهم. بس هقول ايه بقى، يعني التفاصيل دي اللي بتفرق. طبعا الدفاع ده لا الدفاع ده كارثه لوحدها. الدفاع ده لازم يتمسك يتغسل غسله نظيفه تفلتر منها الناس، واللي يتبقى تكمل اللي عليه. لا والله احنا عرفنا قيمه محمد عبد المنعم، الله يمسيه بالخير ويشفيه، كلنا ندعي له. تمام، ندخل على النقطه اللي بعديها. تمام. هقول لك في تقييم اللاعبين، في لاعبين توب وفي لاعبين لا انت لازم تمشي، انت كفايه عليك كده، انت ما تفرقش الدكه. طبعا هتقول لي مين من التوب، هقول لك طبعا وسام كان توب طبعا، لولا الغلطه اللي عملها في ماتش بالميراس اللي دخل جول في نفسه كان زمانه التوب في الثلاث ماتشات. بس وسام كان جيد جدا 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 جدا. كان عنده عدم توفيق في اول ماتش بس هو كان جيد جدا. في مين تاني؟ اقول لك زيزو. تقول لي زيزو ايه يا عم؟ اقول لك زيزو. زيزو رغم ان الزمالك حطه في الثلاجه، يعني لو كان دوت كان جه فورمه كان هيبقى في حته ثانيه. تمام، رغم ان الزمالك حطه في الثلاجه قدر يجيب لك ضربتين جزاء. انت عايز ايه يا اخي اكتر من كده؟ جاب لك اول ماتش ضربه جزاء كانت هتوديك في حته ثانيه، وجاب لك ثاني ماتش ضربه جزاء في وقت مهم جدا، والواد عمل اللي عليه. في ماتش بالميراس كانت كل الفاولات والكورنر كان سيء، لكن الماتش الاخير عمل اللي عليه وزياده، كفى ووفى. انا بالنسبه لي زيزو دوت حاجه، هيرجع لمستواه وهيعدي مستواه القديم في نادي الزمالك. تمام. اللي عايز اتكلم عليه بقى ايه يا جدع الانسجام ده والسرعه في الانسجام دي بين رمضان؟ ما شاء الله عليك يا ابني، ما شاء الله، خايف احسدك. ممتاز 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 ممتاز. تمام. طبعا الشناوي الماتش الاولاني كان جيد جدا، والماتش الثاني متوسط، الماتش الاخير سيء جدا جدا جدا. يعني مش عارف اقول ايه تاني. انا الدفاع بالنسبه لي هو ياسر في اول ماتش، بعد كده مفيش دفاع في الثلاث ماتشات. هو اول ماتش كان الدفاع بنسبه 50%، تمام، او بنسبه 70%. الماتشين اللي بعديها مفيش دفاع. ومين احسن واحد في الدفاع؟ ياسر ابراهيم. تمام. طبعا انا في ناس مش عايز اشتم. انا مش بحب اشتم، مش بحب اغلط في حد، فمش هشتم. تمام. نيجي بقى اللاعبين في التقييم لازم تمشي. قفشه، صباح الفل. نقفش في العقل شويه بقى، كفايه كده، كفايه كده كده الموضوع بوخ. انت مع السلامه، استحملناك كتير عشان خاطر القضيه بس كفايه كده. حسين الشحات مع اخوك، يلا مع اخوك مع بعض كده شوفوا سيراميكا كليوباترا ولا فاركو، هيبقى مناسب جدا. الدفاع كله بلا استثناء اغسل واعصر فلتر وكمل بس. زي نظافه ريحه توفير، انت برضو اغسل اعصر وفر جيب كده يعني. نيجي للنقطه اللي بعديها. إيه اللي جاي انت شايفه ازاي؟ اقول لك لا، اللي جاي انا شايفه حلو قوي 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 ان شاء الله. ده بجد من غير مبالغه. هتقولي ليه يعني؟ ده احنا اخر فريق في المجموعه، اعتقد اخر فريق. احنا يا بورتو، بس اعتقد احنا يعني. هقول لك بس اللي جاي فوق 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 الممتاز. بعد الماتش الاخير والشوط الاول في انتر ميامي والشوط الاول في بالميراس، لو جمعنا الاداء الكويس، تمام، اقول لك لا انت السنه الجايه هتاخد الدوري، الكاس، السوبر المصري، افريقيا، السوبر الافريقي. لا يا عم مكي بقى، ما توسعهاش علينا قوي وما تصعبهاش علينا، ما تعيشناش الوهم. خلاص هسحب منك الاتنين سوبر. عايز اكتر من كده ايه؟ سحبت منك السوبر. الفريق ده يطلع منه شغل كتير جدا، والمدرب اخر ماتش عمل اللي عليه كفه ووفى. تشكيله ممتازه، تبديلات ممتازه، عمل اللي عليه كفه ووفى 100 100. فيري جود اكسلنت. بس هيعمل اكتر من كده. إيه الحاجه اللي عايز اتكلم عليها؟ كميه الفرص اللي ضاعت لوحدها تخلي النادي الاهلي اكتر فريق جاب اجوان في البطوله بعد بايرن ميونخ، عشان ده لوحده، ده بيتعامل لوحده. للدرجه دي؟ اقول لك للدرجه دي. يا جدع انت في اخر الشوط الثاني، اخر الشوط الثاني
بن شرقي مضيع 3، جراديشار مضيع 2، عمر كمال مضيع 1. ده اللي هم ايه، اللي هم كانوا المفروض يجوا جون، يعني اللي هم لا ده جون 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 جون. دي اكتر مشكله لازم تتعالج من المدرب. تمام. انا بالنسبه لي انا متفائل جدا بالفريق الفتره الجايه. ما تخليش اي حد يحفل عليك، اوصل مكاني وحفل عليا، اوصل مكاني وحفل عليا، غير كده ما اسمعش بقك. انا محتاج من كل اخواتي واصحابي يعملوا سبسكرايب ويتفرجوا على الحلقه للاخر، ويعملوا لايك، لان انا لسه ببدا ومحتاج الدعم دوت قوي. وهبقى سعيد جدا لو انت وقفت معايا في بدايتي. وشكرا ليكم. استنوا، استنوا بقى الحلقه الجايه، هنقول لكم فيها بعد الحلقه دي هنزلها بعد كل المجموعات ما تخلص ماتشاتها. تمام. هقول لك فيها التوقعات لغايه البطل اللي هيكسب البطوله، وهتبقى بتحدي. يعني لو حد جه كتب كومنت في الفيديو اللي جاي وطلع كلامه اصح مني ليه جايزه. هختار واحد يكون صح وليه جايزه. فاستنوا الحلقه الجايه، ويا رب تكونوا مبسوطين في معانا يعني. وبس كده.